تعال اقول لك النادي الاهلي هياخد افريقيا ازاي السنه الجايه. حراسه المرمى طبعا مصطفى شوبير، مصطفى شوبير يلعب على الشناوي، بيلعب برجله افضل وشايف ان هو افضل من الشناوي كتير. ناحيه اليمين كريم فؤاد، كريم فؤاد يلعب مع محمد هاني مستريح. كريم فؤاد يلعب مع محمد هاني. ناحيه الشمال محمد شكري لا غنى عنه. قلوب الدفاع اشرف داري وياسر ابراهيم، ده اجهز حاليا. خط النص بقى، معركه خط النص انا شايف ان لا غنى عن مروان عطيه وبديله اليو ديانج، بس مروان عطيه اساسي. على شماله افضل لاعب في الدوري المصري امام عاشور. على يمينه اللي هيبقى افضل لاعب في الدوري المصري السنه الجايه محمد علي بن رمضان. انا راجل زملكاوي بقول لك محمد علي بن رمضان هيبقى افضل لاعب في الدوري المصري السنه الجايه. نطلع قدام بقى، الثلاثه اللي قدام معركه قدام. اشرف ولا تريزيجيه؟ لا، انا بشوف تريزيجيه يلعب على اشرف بن شرقي. بس في نفس الوقت تريزيجيه ما يلعبش 90 دقيقه، لانه ما بيديش 90 دقيقه. وبديله اشرف طبعا. ناحيه اليمين زيزو، لا غنى عنه، زيزو لازم يلعب في تشكيل اساسي. قدام بقى محمد شريف ولا جراديشار ولا اسامه فيصل لسه هيجي. لا، انا شايف ان قدام يلعب محمد شريف، يلعب على الاثنين مستريح، وبديله جراديشار وبعديهم اسامه فيصل. هل انت شايف بقى ان النادي الاهلي ممكن ياخد افريقيا السنه الجايه؟ الله اعلم. كل التوفيق للنادي الاهلي في المباريات الجايه. ما تنساش تعمل لايك واشتراك، والسلام عليكم.